المنتخب الفرنسي وثلاثية قوية أمام نظيره الإيطالي في قمة أوروبية من طينة الكبار. خصمين كبار بأوروبا، إيطاليا وفرنسا، مباراة صادمة من المنتخب الفرنسي أمام المنتخب الإيطالي. صادمة لأننا فعلا رأينا منتخب إيطالي مخيب للآمال. منتخب فرنسا فريق كان منظم بحق، فريق قوي فعلا، فريق فعال، فريق يصنع هجمات بقوة منذ الدقائق الأولى، عكس المنتخب الإيطالي الذي كان فعلا مخيبا للآمال ولم يكن واقعيا ولم يكن فعالا طوال دقائق المباراة إلا يمكن في الدقائق الأخيرة للمباراة. أدريان رابيو رجل هذه المباراة، ثنائيتين رأسيتين رائعتين من اللاعب الذي فعلا كان أحد الأسباب الرئيسية أو السبب الرئيسي في فوز فريقه أمام المنتخب الإيطالي في قمة سيتحدث عنها جميع وسائل الإعلام الفرنسية والإيطالية في الأيام القادمة. لوكاس ديني وضربة حرة رائعة تاريخية، مباراة تاريخية لأدريان رابيو رجل المباراة. رأينا من احتفال اللاعبين الفرنسيين مدى قوة ومكانة هذه المباراة عند فرنسا. في رأيكم من الخصمين من سيكون المرشح الأول للفوز بدوري الأمم الأوروبية؟ لا تنسوا متابعة زياد بن يوسف.